كيم، جرى هذا الانسحاب المغربي بعد اتصال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالعاهل المغربي، وهذا ما أكده لفرانس 24 الناطق باسم الأمم المتحدة، الذي قال أن الأمين العام أجرى العديد من الاتصالات ومنها مع العاهل المغربي بالفعل ومع ممثلي جبهة البوليساريو وأطراف أخرى من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة. هذه المعلومات الأولية، وبطبيعة الحال رحبت الأمم المتحدة بإعلان المغرب بدء سحب هذه القوات من منطقة الجرجرات، ولكن على ما يبدو أن الأمين العام اجتمع مع أحمد بوخاري ممثل البوليساريو هنا في الأمم المتحدة، وبوخاري قال لنا أيضا أنه نقل رسالة من إبراهيم غالي الأمين العام للبوليساريو، و تتضمن وجهة نظر البوليساريو حول هذه الأزمة، لكن يبدو على الأرجح أن هذا العمل لا الدبلوماسي غير كاف لفكفكة وحل هذه المشكلة التي نشأت في منطقة الجرجرات. أسأل، ما إذا كانت لديك معلومات علي، هل تم طلب نفس الشيء من جبهة أو من قوات جبهة البوليساريو، بمعنى الانسحاب من هذه المنطقة، منطقة الجرجرات، كما فعل المغرب؟ نعم، بطبيعة الحال هذا ما قاله لنا الناطق باسم الأمم المتحدة، بأن الأمين العام يتوقع بالفعل أن تقوم البوليساريو بخطوة إيجابية مماثلة، ولكن وجهة نظر البوليساريو كما نقلها لنا أحمد البخاري ممثل البوليساريو طبعا هي أن مشكلة الجرجرات هي نقطة في هذا المربع الكبير الذي يتعلق بالعودة إلى العملية السياسية وعودة المفاوضات من أجل تطبيق القرار الأخير لمجلس الأمن، ومنها طبعا عودة العمل الكامل لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو. حاولت بطبيعة الحال أيضا أن أتصل بسفير المغرب هنا لدى الأمم المتحدة، لكنه لم يكن متوافرا للاطلاع على آخر مواقف الرباط من هذه الأزمة. وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مراسلنا علي برد. حول هذا الموضوع معنا الآن من الرباط السيد عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل والسياسات. سيد منار سليمي، أهلا بك على قناة فرانس 24. أولا، ما هي الرسائل التي يريد المغرب إرسالها بهذا الانسحاب أحادي الجانب؟ أولا، المغرب هنا ينسحب من المنطقة العازلة. الكل يعرف بأن سقف التوتر في هذه المنطقة كان قد وصل درجة خطيرة. هناك رسائل متعددة. الرسالة الأولى أن هذا الانسحاب ويأتي بعد المشاورات التي تمت مع الأمين العام خلال الأيام الماضية، والمغرب بذلك هو يحترم توصية الأمين العام ويحترم الشرعية الدولية، ويرسل رسالة إلى إقليمية وإلى كافة المنطقة بأنه حريص على أن يكون هناك استقرار، على أن يكون هناك احترام لوقف إطلاق النار، ورسالة أيضا بأنه يختبر الأطراف الأخرى، على اعتبار أن الأمر هو يتعلق بعرقلة باتت واضحة من طرف ميليشيات البوليساريو لطريق بري من المفترض أن يكون مفتوحا أمام التجارة نحو العمق الإفريقي. إذن هي اختبار لكافة الأطراف الإقليمية واختبار أيضا للأمم المتحدة. نعم، هل هو اختبار للأمم المتحدة وللأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أم هي فقط ربما إظهار حسن نية أمام غوتيريس؟ أعتقد بأن هناك هو اختبار، وفي نفس الوقت هو إظهار لحسن النية، بمعنى أن الأمين العام من خلال تقييمته كان هناك نوع من القلق لما يجري في المنطقة حفاظا على استقرار المنطقة. إذن هي رسالة من المغرب، رسالة فيها بعد تقييم المغرب لمشاورته مع الأمين العام، فهو يقدم في مرحلة أخرى هذه الإشارة للشرعية الدولية، حفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولكن مع الاحتفاظ بحق الدفاع الشرعي عن النفس. الكل يعرف بأنه المغرب يملك
وفق ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 ميثاق الأمم المتحدة يملك هذا الحق لإمكانية الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة أن هذه المنطقة باتت تشكل، هذه المنطقة العازلة تشكل خطرا لا على أمن بمعنى أمن المغرب ولا على أمن موريتانيا. لهذا فهو لن يسمح بأن يكون هناك ما يخلق منها منطقة توتر على السلم الإقليمي. إذا الرسالة واضحة في هذه المرحلة التي تسبق بمعنى بداية تقييم ما يجري في المنطقة مرة أخرى. الكل يعرف أن الأمين العام مقبل على تقديم تقرير، وأيضا هناك مجلس أمن في أبريل القادم سيكون هناك قرار. شكرا لك عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، كنت معنا من الرباط.